المصريين مش بيحبوكي، هو انتي مكتوب في كتالوجك لما اتخلقتي انك لازم تعجبي الناس كلها. ما هو لو رسولك كان عجب الكفار كان زمانهم ماتوا مؤمنين، ولا غلط؟ مع انك ما عجبتيهم يا اختي، وانتي مطلوب منك تعجبي كل الناس؟ عادي، عنك ما عجبتيهم. في اتجاه مش مفهوم كده في الاعلام وخصوصا الانترنت اللي بيحط لك قوانين انك لازم تقول حاجة تعجب الناس. ولو ما عجبهمش اعمل لهم ايه يا ناس؟ عنه ما عجبهم اعمل لهم ايه انا اقول الكلام اللي على كيفي، عجبهم عجبهم، مش عجبهم عنه ما عجبهم. انا هنا عشان اقول اللي على مزاجي مش اللي على مزاجي. وهنفضل في حالة شد وجذب مع الشركات بقى. الشركات تقول لك لا احترم قيود المجتمع والقواعد والكلام ده كله، وانت تقول لك لا انا اقول اللي على مزاجي، ونفضل كده بنتخانق. بتفاصل في يا اخويا، ومشكلتك فين؟ انت نفسك مش فاهم، بس المهم ان انت لازم تدخل عركة طول ما انت بتتكلم عن مصر او بتسمع اسم مصر او سامع سيرة المصريين. في عركة ليه؟ ما انتش فاهم. المهم ان في عركة وخلاص. طب هتتحل امتى؟ موجودة ليه؟ مش مهم، المهم ان هي موجودة. طول الوقت في خناقة دايرة في الاعلام، في الافلام، في المسلسلات، المهم لازم يبقى في عركة وخلاص. بتحصل ليه مش مهم، المهم ان يبقى في عركة واحنا قاعدين بنتفرج او بنسقف او بنحاول نسلك يعني كده عشان نتفاعل. ما هو ده الهدف من المحتوى، انك تتفاعل، فيا يعجبك يا تغضب يا ما هو ده شغل الميديا. كيف يتم صناعة الميديا؟ السؤال هنا بقى الذي يطرح نفسه، انا ليه ابقى بتعرض للتجسس سواء من الجهاز الامني للدولة او من اجهزة امنية خارجية؟ طب الحوار ده لو ما اتحلش احنا هنحاول ان احنا نفضح الاجهزة الامنية ذاتها ونحطها في نفس الوقت. حضرتك بتراقبنا وبتتجسس علينا، احنا كمان ممكن نمشي في اي حتة نراقبك ونتجسس عليك، بس ساعتها انت هتحبسنا بتهمة ان احنا بنرصد تحركات ضابط، صح؟ وبنحاول ان احنا نعطله عن تأدية عمله. مم. بس حضرتك لما بتعطلنا عن تأدية مهامنا اليومية الحياتية محدش بيحاسبك. اما انا بقى قاعد في بيتي عارف ان انا متراقب ل 24 ساعة من الجهاز الامني للدولة، هعيش ازاي؟ انا مالي انا الشخص ده بيحبني ولا بيكرهني؟ اللي المفترض يراقبني او اللي من حقه يراقبني ويعرف تحركاتي حتى لو كان جوزي او ابويا، برضه مش من حقه، لا جوزي ولا ابويا ولا اخويا من حقه يراقب تحركاتي. مفيش انسان عاقل في الدنيا يقبل ان هو يبقى متراقب. عشان كده دي حاجة ربنا مديها ليه لوحده. مهما عملت مش هتعرف تعملها، انت كده بتناطح الاله. ربنا بس له القدرة على المراقبة، وربنا بس ليه الحق ده. انت مين عشان تراقبني؟ مين عشان ترصد تحركاتي؟ مين عشان تقرر بناء على مزاجك قرارات تتعلق بحياتي؟ انت مين عشان تقولي ابقى ايه وما بقاش ايه، اخش ايه وما اخشش ايه، اتعلم ايه وما اتعلمش ايه؟ على فكرة كل حد تعطل في التعليم المصري ممكن يكون امن الدولة اللي عطله. طب لو واحد في اب واحد ابنه، واحد ابنه ضابط او ضابط عنده ابن في نفس المدرسة والمكان اللي انت فيه، انت عايز ابن حضرة الضابط يبقى فاشل او يبقى جايب مجموع اقل منك وانت تجيب اعلى منه؟ بتسيب له المدرسة وتمشي، تسيب له البلد كلها وامشي. اصل حضرة الضابط اللي بالعقلية دي هو وابنه يتساب له البلد بحالها يقعد فيها لوحده، عشان احنا وحشين بنحقد عليه عشان هو غني وعايزين ثروات.
لازم انت تبقى بتعاني ومحتاج ظابط، وتحس طول الوقت بمشاكل وتكلمه. ولو مفيش مشاكل يتخلقلك عشان يحس ان هو ليه لازمة وعنده اكل وشرب وكل الثروات الحمد لله، بس ناقص له الناس يتعنطز عليه. هم دول المصريين، عندهم كل حاجة بس ناقصهم ناس يتكبروا عليهم مش اكتر، ناس يتعنطزوا عليهم بفلوسهم، ناس يتنططوا عليهم باللي في ايديهم، ناس ينزلوهم ويستعبدوهم بان هم معاهم. وخد بالك ما ينفعش ان انت تخرج عن طوعهم، ما ينفعش ان انت تبعد عن اذلالهم، وما ينفعش انك تستقل بنفسك ويبقى معاك بدونهم. ما ينفعش تحقق اي حاجة من غيرهم، عشان هم الآلهة والعياذ بالله، ربنا على الأرض اللي من حقهم يقرروا عليك إذا كنت تعيش ولا تموت. طب ده فكر الجيش المصري، إحنا مالنا بيه؟ دول المصريين، إحنا مال أبونا بيهم. ما انتيش مجبرة على الانتماء للمصريين حتى لو انتي الظروف جابتك انك اتولدتي في مصر. مفيش اي حاجة تلوي دراعك على انك تثقي في الشرطة والجيش اللي في عز ازماتك هيسيبك تولعي. ما انتيش مجبرة على الانتماء لمصر ولا حتى توعية شعبها. بإيه يا ماما؟ المصريين يقدروا يعملوا كل حاجة وبيفهموا في كل حاجة ويقدروا يعملوا اي حاجة. انتي كبنت على ارض مصر مالكيش دور، خليكي في حياتك. موضوع الانتماء للناس وان احنا كلنا شعب واحد وبلد واحدة والكلام العبيط ده، ماما الكلام ده ما بيأكلش عيش يا اختي، ما بيأكلش عيش. شي مالك يا ماما؟ مصريين حلوين او وحشين ما يخصكيش، كويسين او زفت ما يخصكيش. ايوه اهتمامك الاوفر عشان الاعلام بيقولك معرفش مين حصل له ايه ومين حصل له ايه ومين حصل له ايه. انتي فتحتي الموبايل سرشتي على الانترنت على معلومة طلعت لك، شكرا اللي بعده، المعلومة اللي بعدها. اليوم كله ضاع كده وكل يوم على كده. احنا بنتطور وبنحسن من نفسنا. حصلت حرب مفيش مشكلة برضو، هنكمل في تعليمنا. العراقيين علموني كده في 2017 وهم قاعدين هناك في العراق. شغل، ايوه صاحب الشغل عاوز ايه، المفترض نعمل ايه، وعشان ناخد فلوس كذا فكذا فكذا. شكرا بس. قلنا وقالوا، عدنا وعادوا، عملنا وعملوا، خلينا وخلوا، سوينا وسووا، ملناش دعوه. مين ضرب مين في مصر؟ انت مالك؟ دول كلهم قاعدين عاملين زي العيال الصيع اللي بتبقى قاعده في الفصل عشان مش عايزه حد ينجح. طب حلو، حاجه من الاثنين، يا احنا نسيب المدرسه ونمشي يا نسيب لهم، يا هم يسيبوا المدرسه ويمشوا. يعني مش انت مش عايزه نتعلم؟ والله عندك حق، اقعد انت اتعلم فيها. هو قاعد بيضيع وقت المدرس ليه؟ هو مش عايز يتعلم، ما يتعلمش، ما انتش مجبر يا حبيبي. باباك عايز تتعلم بالعافيه، نكلم له في التليفون، الو يا حاج ابنك مش عايز يتعلم، خلاص هو حر. بسيطه، نداري عليك لما ابوك يجي يسالنا هنقوله ان انت مش في المدرسه، بس انت عندك مشكله ان انت لو سقطت ابوك هيعرف نعمل ايه احنا ساعتها. احنا حاسين بيك والله انك مش حابب تتعلم، خلاص انت مش مجبر، روح اتفاهم مع ابوك. ابوه محتاج يتفاهم مع القانون الدولي اللي بيفرض التعليم على دول العالم كلها واللي منها مصر، اللي اديته الجنسية بالاجبار وكمان بتعلمه في مدارسها بالعافية. يعني انا اتعلمت غصب عني في مصر وخدت الجنسية لو يدرع برضه، مش انا اللي اخترت. واحنا بنقول حاجة ولا بنقرر حاجة؟ احنا من يوم ما بنتولد على ارض مصر ما بنقررش اي حاجة، لا احنا ولا اهالينا، وتعودنا على كده. هل احنا على ايدينا نقش الحنة؟ مشلولين مش قادرين نقرر ليه؟
ليه احنا ما نعملش قراراتنا بنفسنا؟ ما ناخدش احنا قراراتنا لوحدنا؟ ما تفهمش، هو انت طول ما انت عايش على ارض مصر انت كل قرار انت بتاخده لازم كل العالم يشاركك فيه. هتتجوز لازم كل الناس تتحشر وتحشر مناخيرها. بتتعلم لازم كل الناس مركزه انت بتتعلم ايه. بتشتغل كل الناس حاشره مناخيرها فيك. يا اخي لو بيحشروا نفسهم في نفسهم مش هيحصل لكم. انا ربنا كرمني بجيش وبدوله، انا مشرحه. اعوذ بالله من مصر وشعبها يا شيخ. ولو الكلام اللي وصل لي صح الله يبارك للي قال، ربنا يولع في اللي عمل فينا كده.